السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم سير أحمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي، والنهارده إن شاء الله ميعادنا مع السلسلة بتاعتنا ايزي انجليزي جرامر، الدرس رقم 13 فيها الحمد لله. مع بعض وصلنا للدرس رقم 13 بيتكلم عن إيه؟ types of sentences، أنواع الجمل. طيب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده السلسلة دي هتفيد حضراتكم جدا، سواء أنا كنت لسه طالب بدرس، سواء أنا حد بيحضر مثلا لسفر، عايز يطور من نفسه في الشغل، الحاجات دي كلها. طيب في حاجة عندنا يعني مش لطيفة، ان احنا بناخده دايما المعلومات من غير ما نراجع ورا حد. انا بقول لحضراتكم قاعدة بسيطة تمشوا عليها دايما: never take anything for granted، يعني ما تاخدش حاجة ان هي صح 100% طول الوقت. دايما راجع، دايما دور، لان دايما المواضيع بيحصل لها تحديثات، او بيبقى في دايما تطوير في الجرامر او الرولز دايما بشكل مستمر. تمام؟ طيب من هنا جه الدرس بتاعنا النهارده types of sentences. هينفع حضراتكم جدا في writing، هينفع حضراتكم جدا كمان في speaking، وهنشوف ده النهارده مع بعض بشكل عملي ان شاء الله. طيب خلينا في البدايه نقول يعني ايه sentence. انا مثلا لما بقول sentence، لما قاعد افكر فيها بقول sentence، يعني ايه sentence؟ يعني مثلا زي جمله بالانجلش. ازاي اكون جمله بالانجلش بشكل كويس؟ جميل جدا، بس احنا عايزين نعرف كمان بالتحديد السنتنس دي بتتكون من ايه؟ اجزائها بتبقى عامله ازاي؟ هل في نوع واحد من السنتنسز ولا اكتر من نوع من السنتنسز؟ وهكذا. طيب اول حاجه عندي بيقول لي ان السنتنسز بتتقسم لنوعين، او بنقسمها لمجموعتين. اول مجموعه بيقول لي فيها ايه؟ based on function and purpose، بتبقى متقسمه على حسب الوظيفه او الغرض بتاعها. النوع الثاني based on the structure، متقسم على حسب الايه؟ القاعده نفسها، او على حسب الرول بتاعت الجرامر نفسها. طيب عندنا هنا declarative، عندنا interrogative، عندنا exclamatory، عندنا imperative، عندنا conditional، عندنا simple sentence، compound complex. حاسين هنا ان الدنيا كبيره شويه او بدات تكبر شويه. طب خلينا في الاول نبتدي بابسط حاجه. اي sentence في الانجليش لازم تتكون من جزئين: subject و verb. تمام؟ دول بشكل اساسي. وبعد كده نقدر نزود عليهم الاوبجكت زي ما شفنا في الاوبجكت بروناون كده، او بيبقى في حاجه اسمها complement اللي هي تكمله الايه؟ الجمله. تمام؟ طيب مثلا لو قلت the sun rises، الشمس تشرق، the sun rises، مش دي كده subject و verb؟ المعنى بتاع الجمله كامل. يبقى كده ايه؟ the sun rises دي كده ادتني معنى ان دي subject or verb، مفيش مشكله خالص. احيانا في الكتب بيبقى في حاجه اسمها predicate اللي هي برضو الايه؟ بيتكلم على الجزء بتاع الفيرب اكتر في الانجليش. طيب لو انا قلت مثلا the sun rises from the west مثلا، تمام؟ the sun rises from the west، تمام؟ فهنا عايز يدي مثلا مثال ان الشمس بتشرق من جهه معينه، ويست، ايست، ايا كان الايه؟ الجهه اللي بتشرق منها. فهنا كلمه from the east او from the west دي بنصنفها هنا ان هي حاجه اسمها ايه؟ complement، تكمله للايه؟ للجمله. تمام؟ طيب لما اقول مثلا احمد likes pizza، او احمد is eating pizza، احمد ده السبجكت مفيش مشكله، is eating ده الايه؟ ده الفيرب. طيب بالنسبه للبيتزا دي كده الايه؟ الاوبجكت. دي كده الايه؟ الاوبجكت. طيب هنشوف مع بعض التايبس اوف sentences، انواع الجمل، وهنتفاجئ كده بشويه حاجات مع بعض احنا ما كناش نعرفها قبل كده. هنتفاجئ مع بعض بشويه حاجات ما كناش نعرفها قبل كده، وزي ما قلت لحضراتكم تقدروا انكم انتوا تراجعوا كل حاجه وتشوفوا كل حاجه بنفسكم، بحيث ان احنا نعرف ايه الصح وايه الغلط، وما نثقش في مصدر دايما واحد للمعلومه. دايما لازم حضراتكم تطوروا وتدوروا بنفسكم على المصادر بتاعت المعلومات. طيب اول حاجه بيقول لي based on function او purpose، يعني مبنيه على اساس ايه؟ مبنيه على اساس الفانكشن اللي هي الوظيفه، او purpose اللي هو الغرض بتاعها.
بيقول لي to describe the sentence based on what it does. بنوصف هنا الجملة على حسب هي بتعمل ايه بالظبط، على حسب هي غرضها ايه بالظبط، انا عايز منها ايه بالظبط. تمام. وبالتالي هنا بقول ان دي ايه type of sentence. طيب هقول لحضراتكم برضو ان احنا عندنا شوية حاجات احنا امور مسلم بيها بس احنا او مش عارفين مسمياتها بالظبط. تعال نشوف ده الكلام ده مع بعض بالظبط دلوقتي. اول حاجة declarative sentence. declarative جاي من كلمة declare اللي هو يعلن أو يعني يصرح بشيء. تمام. وبالتالي هنا هو بيقول لي من الخواص بتاعت declarative sentence إيه؟ أول حاجة it makes statement، يعني هي بتدي نوع من الجملة أو بتخبرنا عن شيء يعني. it provides an explanation، وأحيانا بتوفر توضيح عن حاجة معينة. conveys or one or more facts، بتحتوي على حقيقة أو أكثر. بتحتوي على حقيقة أو أكثر. العناصر دي لو متوفرة في اللي أنا شايفه قدامي بقول على ده إيه؟ declarative sentence. ends with a full stop or period. في البيريود اللي هي الأمريكان إنجلش بيقولوا على الفول ستوب دي period، في البريتش إنجلش بيقولوا عليها إيه؟ full stop. يبقى أنا عندي خصائص معينة لو توفرت هقول على دي اسمها إيه؟ declarative sentence. زي مثلا makes statement بتديني نوع من الخبر او بتوضح لي معلومه معينه. زي مثلا لما بقول ايه I am احمد حسن، اللي بيكلم حضراتكم I am احمد حسن، هو هنا اداني معلومه ادي كده subject والverb وهنا ايه الاوبجكت. طيب تاني حاجه I am from Egypt، انا بدي هنا ايه provides more information or facts. I am from Egypt، انا من مصر. تمام. فهو عايز يدي هنا ايه اكتر من حاجه او اكتر من معلومه. I like English and French، لسه برضه مستمر في عمليه ايه عرض المعلومات. يبقى هو لو الشخص ده بيدي معلومات او بيدي statement، بيدي نوع من يعني بيخبرنا في الجمله دي عن حاجه معينه او بيوضح لنا نقطه معينه، فدي بيسموها ايه declarative sentence. وده اول تايب من الايه من السنتنسز. طيب التايب ده سهل جدا مفيش اي مشكله خالص. تمام. وهنلاقي ان بقيه الجمل ماشيه بنفس الايه بنفس الشكل كده. طيب part number 2 اسمها interrogative sentence. interrogative sentence هي اسمها كبير بس هي معناها سهل جدا. بيتكلم عن ايه فكره الquestions بالظبط كده. بيقول لي it asks a question. زي ما اتفقنا عندنا yes or no question وعندنا ال WH question. It ends with a question mark لأن ده question. فبيقول لي مثلا are you happy؟ ده كده yes or no question. اوكي yes I am اهي بادئ بكابيتال letter وبينتهي بquestion mark. Are you from Egypt؟ capital letter question mark. هو بادئ بالايه؟ بالverb. بادئ بالverb. How old are you؟ هنا عندي كده ال WH word وعندي الكويستشن مارك وعندي الفورم بتاعت الايه الكويستشن. يبقى ده لما بيكون عندي توضيح او توجيه لفكره معينه ان ده او السنتنس دي تعتبر ان هي interrogative sentence اللي هي بتعبر عن ايه الكويستشن، بتعبر عن ايه الكويستشن. تمام. يبقى انا كده عرفت حاجه مهمه او معلومه مهمه ان الكويستشن يعتبر ايه sentence وليه اسم اللي هو ايه interrogative sentence. interrogative اللي هي ايه بتعبر عن ايه question. اوكي. طيب number 3 كلمة exclamation اللي هي خاصة بالعلامة دي exclamation mark جاية منها الاسم بتاع السنتنس. تمام. exclamatory or exclamatory sentence يعني حاجة بتدل على ايه التعجب او الدهشة. بيقول لي ايه expressing surprise بتعبر عن الدهشة or strong feelings او المشاعر الجياشة او المشاعر القوية. تمام. وبتنتهي بايه exclamation mark. زي مثلا بيقولوا ايه you must be kidding انت بتهزر. ايه ده انا الاول على الفصل، انا الاول على المدرسة، انا الاول على الجمهورية، انت متأكد؟ you must be kidding. هنلاقي هنا ان هي بتنتهي بايه exclamation mark. ده بيدل ان هو في surprise مفاجأة. واو مثلا في عيد ميلادي ولقيت بابا جايب لي مثلا ايفون 15 لسه ما نزلش بس ماشي ايفون 15. تمام. فانا اول ما شفت الحاجه فقلت واو ده دليل على ايه
surprise حاجة مفاجأة بالنسبة لي. It's snowing لو حط it's snowing وحط بعدها full stop عادية، اللي هو بيدي statement. خلي بالكم it's snowing outside، الدنيا بره بتشتي تلج. لكن لما حد بيقول it's snowing ويحط هنا exclamation mark بتفرق في طريقة الإلقاء. بقول it's snowing، إيه ده؟ يعني مثلا عندنا في مصر مفيش تلج كتير، لما تشتي تلج فدي حاجة غريبة بالنسبة لنا. it's snowing فهنا مستغرب، في surprise، في strong feelings. عكس ما أقول it's snowing outside، حاجة أنا متعود عليها لو أنا عايش في الدول الأوروبية. لكن بالنسبة لنا لما أقول it's snowing واحس بالاستغراب او الدهشه، فهنا معناها ايه؟ ان الحاجه دي غريبه او جديده عليا. طيب يبقى دي exclamatory or exclamatory sentence اللي احنا بنتكلم عن ايه؟ الحاجه اللي فيها دهشه او استغراب من حدوث الشيء. وزي ما قلنا اتفقنا ان هي بتنتهي بايه؟ exclamation mark بتعبر عن surprise or strong feelings. طيب الجزء اللي بعده imperative sentence. imperative sentence انا هنا بتكلم عن فكره ايه؟ ان انا بدي order بحاجه او بدي امر بحاجه معينه. تمام؟ طبعا احنا عارفين الامبيراتيف ده ممكن يكون positive او negative، يعني بدي حاجه ايجابيه او بتكلم عن حاجه ايجابيه او بتكلم عن حاجه سلبيه، ان هو الشخص يعمل حاجه او ايه ما يعملهاش. تمام؟ giving advice بتكلم هنا عن اعطاء النصيحه. instruction تعليمات. request الطلب. تمام؟ command or order اللي هو الامر. و warning اللي هو التحذير. تمام؟ تعال نشوف هنا مع بعض الامثله. وبيقول لي ان الامبيراتيف ممكن ينتهي ب full stop او exclamation mark، مفيش مشكله خالص. لما بيقول هنا please help me please help me، هو هنا بيطلب مني ان انا اعمل ايه؟ حاجه، يبقى ده اسمها ايه؟ request. watch out خلي بالك. watch out watch out هنا نوع من الايه؟ الwarning، تحذير للشخص، بيحذره خلي بالك. don't be late، سامع؟ don't be late، اوعى تيجي متاخر، مش هدخلك البيت، مش هدخلك الكلاس. يبقى هنا نوع من الايه؟ الاوردر او الكوماند. بيديله نوع من الايه؟ من الامر ان هو يعمل حاجه او ما يعملهاش. Number 4 don't eat many sweets. انا بقول لك، انا بنصحك don't eat many sweets، ما تاكلش sweets كتير. يبقى ده نوع من الايه؟ advice. Number 5 slice the fruit and put it in the blender. قطع كده الفاكهه واحطها فين؟ في الخلاط. ده بنسميه ايه؟ instruction. ده بنسميه ايه؟ instruction. يعني ايه instruction؟ يعني بيدي تعليمات بخصوص شيء معين. بيدي تعليمات بخصوص شيء معين. اعمل كذا، قطع كذا. حاجة بتبقى بسيطة شوية. هل هي أقوى يعني في الحدة من كلمة order أو command؟ لا، هي أقل شوية، لأن في نوع من النصح أو التوجيه في الموضوع أكتر منه أمر أو تعنيف على حاجة معينة. طيب يبقى دي الامبيراتيف سنتنس. أحيانا بيستخدم كمان معانا هنا كلمة let's. أحيانا بيستخدم معانا كلمة إيه؟ let's. تمام؟ خاصة لما بيقترح حاجة يعني. فبيقول مثلا إيه؟ let's go to the cinema. تمام؟ أحيانا هنا بلاقيها في بعض الكتب بيشرحوا إن كلمة let's بتستخدم عادي جدا مع الجزء بتاع الامبيراتيف، إن هي بتدي نوع من الاقتراح أو suggestion إن في حاجة تتعمل معانا في الفترة دي. وكلمة let's بيجي بعدها الانفينيتيف من غير كلمة to. زي مثلا let's go مش بقول let's to go. let's go مش بقول let's to go. طيب ده بالنسبة للجزء بتاع الامبيراتيف. Part 5 وده مش موجود في كتب كتير او مش كل الكتب بتتكلم عنه، بس هو جزء من السنتنسز اللي هي الكونديشنال. conditional sentence يعني انا بتكلم هنا عن حاجتين، طرفين في المعادلة. عندي شرط اللي هو condition، وعندي result اللي هي النتيجة. شرط لحدوث الشيء و result لحدوث الشيء، نتيجة لحدوث الشيء. زي ما احنا شايفين كده عندنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن condition، بتكلم عن result. ممكن تنتهي ب question mark او ايه؟ او full stop.
زي مثلا على سبيل المثال بيقول لي ايه هنا؟ if I study hard. if I study hard ادي كده الكونديشن، ده كده الكونديشن، ده الشرط اللي انا بتكلم عنه، ده الفاكتور. ايه بقى اللي هيحصل؟ my father will buy me، بابايا هيشتري لي ايه؟ a new phone. دي كده الريزلت، دي النتيجة. ايه النتيجة؟ ايه النتيجة اللي انت بتتكلم عنه؟ ان انا لو ذاكرت كويس بابايا هيشتري لي ايه؟ موبايل جديد. يبقى انا كده ما بذاكرش اصلا، وبابايا حب ان هو يحفزني او يدعمني ان هو يقول لي ايه؟ لو انت عملت اللي عليك واجتهدت وذاكرت انا هجيب لك ايه؟ موبايل جديد. What will happen if you study hard؟ ايه بقى اللي هيحصل لو انت ذاكرت كويس؟ كده ايه؟ بصيغة الكويستشن، برضه بتكلم عن if بس هنا عندي ايه؟ question. تمام؟ فبيقول لي what will happen؟ ايه بقى اللي هيحصل لو انت ذاكرت كويس؟ ادي كده عندي الكويستشن بيسأل عن النتيجة اللي هتحصل يعني. ايه النتيجة؟ My father will buy me a new phone. My father مثلا will get me a new car. My father will get me a camera. تمام؟ هنا بتبقى على حسب ايه المتاح بالنسبة لي ان انا اعرفه او يعني كمعلومة يعني. يبقى هنا part 5 في السنتنسز اللي هو الايه conditional، وزي ما قلت لحضراتكم مش كل الكتب بتشرح الجزء ده، بس هو موجود من الاجزاء بتاعت الايه او الفورمز بتاعت السنتنسز. طيب الجزء الثاني based on structure، يعني مبنية على الرولز، مبنية على الجرامر، مبنية على الفورميشن. بتتكون من ايه؟ بتتنظم ازاي السنتنسز. ودي التقسيمة اللي احنا بندرسها اكتر في المدارس او بنعلمها اكتر للولاد، خاصة لما بيجوا يتعلموا الجزء بتاع الرايتنج. تمام؟ عشان يقدر يكون جملة بشكل سليم. تمام؟ زي ايه؟ أول حاجة simple sentence، زي ما قلت لحضراتكم simple sentence subject verb أو subject verb object. تمام؟ زي ما قلنا مثلا the sun rises. تمام؟ the sun rises يبقى هنا مثلا subject or verb. في مثلا I am أحمد حسن زي ما قلت لحضراتكم. how are you؟ أدي كده مثلا عملت sentence بسيطة. I like English and French وهكذا. تمام؟ الsimple sentence زي ما قلنا at least subject or verb بتعبر عن complete thought. وهنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. في حاجة بيقول لي اسمها independent clause. يعني ايه independent؟ يعني مستقلة، يعني تقدر تدي المعنى بشكل كامل، تقدر تديني فكرة بشكل واضح. لما بيقول I am أحمد حسن ادي كده عندي فكرة بشكل واضح. لما بيتكلم هنا عن كلمة independent يعني حاجة تقدر تسند نفسها بنفسها. عكسها لو انا شلت كلمة in هيبقى اسمها dependent. dependent اللي هي ايه؟ ضعيفة، محتاجة حد يسندها، محتاجة حد ان هو يقويها. تمام؟ الكلوز اللي هي زي الفكرة بتاعت السنتنس او الستيتمنت، حاجة بتدي complete thought، معنى كامل، معنى واضح. طيب ايه اللي بيقابل الكلوز؟ حاجة اسمها phrase. الفريز دي مجموعة من الكلمات بس مش ملهاش معنى كامل او ملهاش معنى واضح. زي ايه مثلا؟ لما يقول مثلا eating pizza. ايوه مالها eating pizza بقى؟ لا eating pizza واقف على كده. eating pizza واقف على كده. طب انا عايز اخلي ليها معنى واضح، اقول ايه مثلا؟ I like eating pizza. كده بقى ايه؟ simple sentence. I like انا بحب eating pizza. بقى ليها معنى ايه؟ بقى ليها معنى واضح. مثلا لما بقول with my friends. ايوه ايه with my friends؟ عايز اديلها معنى كامل، عايز اخليها complete thought، عايز اخليها close. اقول ايه؟ I play football with my friends. I play football with my friends. كده بقت simple sentence وبقى ليها معنى واضح، واقدر هنا اقول عليها ايه؟ independent clause. يعني ايه؟ جملة ليها معنى او تفكير كامل او فكرة وضحتها لي من خلال الايه؟ الجملة اللي هو شرحها يعني. طيب الجزء الثاني الخاص بالسنتنسز اللي هي based on structure، عندي كلمة compound sentence. compound sentence عبارة عن ايه؟ linking ما بين جملتين. linking ما بين جملتين او بتربط ما بين جملتين، والجملتين دول ليهم complete thought. ليهم complete thought اللي هما two independent clauses. two independent clauses يعني جملتين ليهم معنى واضح connected by أو joined by a conjunction. زي مثلا عندي هنا مثلا I was tired. أنا كنت تعبان. إيه اللي حصل؟ دي كده ليها معنى كامل لوحديها؟
I didn't go to the school yesterday دي ليه معنى كامل لوحديها؟ طيب عايز اربط الجملتين ببعض واطور اسلوب الرايتنج بتاعي، ما انا مش هفضل اكتب طول عمري simple sentences. عايز اطور اسلوبي اعمل ايه؟ فراح جاي حاط هنا ايه؟ so وحط قبلها كوما. يبقى كلمة so انا عرفت ان هي conjunction وظيفتها ان هي linking ايه؟ it two sentences. ممكن تديني conjunctions اكتر؟ احنا اخدناها فين conjunction دي؟ مين يفكرني؟ ايوه في ال parts of speech اخر جزء. ادينا عليها امثله زي and زي but زي so اللي احنا استخدمناها، وفي conjunctions ثانيه كتير ان شاء الله هنستخدمها برضو في الاوقات اللي جايه. يبقى كلمه compound انا في عندي two sentences وانا بحاول الينك between them بايه؟ باستخدام conjunction. يبقى دي اسمها ايه؟ compound. حاجتين ايه؟ مربوطين ببعض. طيب Number 3 complex sentence. complex sentence كلمة complex في العادي معناها حاجة معقدة. تمام؟ طيب الcomplex sentence بتربط بقى ما بين حاجتين، ما بين independent clause حاجة ليها معنى كامل و dependent clause وحاجة ملهاش معنى كامل. طب وضح لنا أكتر. بصوا المثال مع بعض. While I was studying وأنا كنت بذاكر ومتحمس قوي the light went out النور قطع. الله طب انا اعمل ايه هنا؟ While I was studying the light went out. ايوه انت عايز توصل ايه يعني؟ طيب بص معايا. لو قلت while I was studying ووقفت لحد هنا كده وما كملتش. While I was studying ووقفت. الجملة ليها معنى واضح؟ لا. الجملة تقدر تسند نفسيها؟ لا. الجملة معناها كامل؟ لا. محتاجة حاجة تكملها. يبقى هنا ايه؟ بنسميها dependent ضعيفة ولا independent clause؟ dependent clause. برافو عليك. طيب عايز اكملها بحاجة تكون قوية، حاجة تسند نفسيها، فبقول ايه؟ the light went out. دي كده المعنى بتاعها كامل. طيب ايه اللي خلى الجملة دي dependent؟ ان اولها استخدم while. لما استخدم while خلى الجملة معناها مش كامل. طب لو شلنا while وقلت I was studying هتبقى المعنى بتاعها واضح، هتبقى المعنى بتاعها كامل. لكن لما حط while I was studying خلاها ايه؟ dependent، خلاها ضعيفة، وعشان هي ضعيفة محتاجة حد يسندها، فاضطر ان هو يكمل بايه؟ independent clause اللي هي ايه؟ the light went out. لكن دي تصنيفها ايه؟ dependent ضعيفة. هل تقدر تسند نفسيها؟ لا. هل المعنى كامل؟ لا. محتاج حاجه ان هي ايه؟ تكملها. دور الكومبلكس سنتنس ان هي تدمج الاثنين مع بعض. تدمج الاثنين مع بعض. طب الكومباوند احنا قلنا الاثنين اصلا اندبندنت، الاثنين كاملين، لكن هنا واحده كامله وواحده ايه؟ مش كامله، ضعيفه، محتاجه ان حد يسندها او محتاجه ان حد ايه؟ يقويها. محتاجه ان حد يسندها او حد ايه؟ يقويها. طيب اخر نوع في السنتنسز اللي based on structure اسمها compound complex، اللي هي اكبر نوع، اللي هي اصعب نوع. ليه؟ لان ده محتاج تدريب كتير عشان اوصل للصيغه دي. انا طبعا compound complex ده بيطلب مني في الامتحانات اللي هي الادفانسد اكتر، الستايل بتاع الرايتنج اللي هو متقدم بشكل كبير، وده طبعا بيحتاج تدريب، محتاج تدريب بشكل كبير. بس اهم حاجه انا لو عرفت الاساس بتاع السنتنس بيتعمل ازاي وابتديت اطلع واحده واحده، ساعتها بقى ايه؟ هيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل وبسيط. طيب compound complex بيقول لي ايه؟ two or more independent clauses. عندي هنا جملتين او اكتر independent يعني معناهم واضح كامل ثابت، تمام؟ and at least one dependent clause، وعلى الاقل واحده من dependent clauses. تعال نشوف مع بعض. While I was doing my homework، لما كنت بعمل الهومورك بتاعي، مين يقدر يقول لي دي dependent ولا independent؟ ضعيفة ولا قوية؟ محتاجة حد يسندها ولا ثابتة لوحديها؟ محتاجة حد يسندها. يبقى لما بقول while I was doing my homework ادي كده one، تمام؟ دي dependent بالظبط كده. Number two my mom was cooking ادي كده. Number two قوية تسند نفسيها يبقى independent. And my dad was watching TV، وبابايا كان بيتفرج على التلفزيون. My dad was watching TV دي number 3 دي
independent برضه. هل الشرط اللي انا قلته هنا اتحقق؟ 2 or more independent clauses اهي ادي 1 وادي 2. طب فين الديبندنت؟ اول واحده while I was doing my homework. ايه اللي حصل؟ هو ربط هنا 3 جمل ببعض، بدل ما يقول I was studying, my mom was cooking, my dad was watching TV، لا linking ال3 جمل مع بعض، ربط ال3 جمل ببعض. يبقى while I was doing my homework my mom was cooking، مامتي كانت بتطبخ، ماشي. ايه تاني؟ and my dad was playing or watching TV. تمام؟ يبقى هنا هو اداني مجموعه من الاحداث اللي بتحصل ورا بعض، وبالتالي هنا مش هيكون عندي مشكله في الاحداث بتاعه السنتنسز. اوكي؟ ده كان الدرس بتاعنا النهارده. شكرا جدا لحضراتكم. كان معاكم سير احمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي. سلام.